السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. السلام ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا الصف الأول الإعدادي وعندنا نشاط إزاي بنعمل اللبن الزبادي. طبعا الأدوات معانا أهي. مين يقول لي على الأدوات؟ يلا يا أحمد. اللبن عملنا إيه في اللبن؟ غليناه الأول عشان نقضي على البكتيريا الضارة. جبنا زبادي وسكر. طبعا جبنا معالق علشان الطلبه بعد ما نخلص اللبن الزبادي طبعا لازم هم اللي هياكلوهم من عمايل ايديهم. اول حاجه هنعمل ايه؟ هنضيف الزبادي السابق صنع على اللبن. طبعا درجه حرارته تكون حوالي 42 درجه، يعني انا اقدر استحملها. هنقلب بس اللبن كده. هاتي قلبه بس كده عشان درجه حرارته تهدى شويه. ليه هنحط زبادي سبق صنعه؟ عشان في بكتيريا اللبن الزبادي اللي هتعمل ايه؟ تحول سكر اللاكتوز لحمض اللاكتيك. برافو عليك. عشان تحول ايه يا احمد؟ سكر اللاكتوز لحمض اللاكتيك. ده اسمه عمليه تخمر. بعد كده يحدث تخثر للبن خلال 5 ساعات. تخثر اللبن يعني اللبن بقى هيزداد قوامه كده، يبقى عامل زي الايه؟ يتحول لايه؟ يتحول للزبادي. تحول للزبادي. طيب يلا يا شباب ضيفوا الزبادي بالمعلقه كده. نزلوا البواقي دي بالمعلقه. ثواني كده عشان اصوركم من بعيد. بس عايزين يا اشرف كده. اشرف وريني كده عملنا ايه. تمام. قلبوا بس كويس عشان يتوزع. لو في لسه زبادي نزلوه بالمعلقه. نزلوه بالمعلقه عشان ايه؟ نعمه ربنا حرام نرميها. انتوا شباب عسل. تمام. خدي التانية بقى نزلها فيها. شاطرين يا شباب. احلى طلبه دول ولا ايه؟ عسل. احنا طبعا دلوقتي في الحصه الاولى. هنيجي على الحصه السابعه ان شاء الله. هنسيبه 5 ساعات ونيجي نشوف حصل ايه للبن. هل تحول فعلا الى لبن زبادي ولا ايه؟ تمام. برافو عليكم. طبعا خلاص كده قلبتوه كويس. هنحطه بقى في مكان دافي لمدة 5 ساعات وبعدين نرجع له تاني ونشوف حصل ايه. يلا نتقابل كمان 5 ساعات. ورجعنا لكم تاني بعد ما سيبنا الزبادي يتخمر ويتخثر وقعد 6 ساعات. طيب تعالوا بقى نشوف مع بعض ايه اللي حصل. شايفين؟ اتحول اللبن الى زبادي. طيب عايزين تاكلوه كده ولا نحط عليه سكر؟ نحط عليه سكر. طب يلا نحط عليه سكر بسرعة. يلا يا شباب. وقلبوه. وبعدين ادم امسك بقى الطبق بتاع الزبادي ومر على زمايلك. كل واحد ياخد معلقه. طبعا كل واحد معاه المعلقه الخاصه بيه. يلا يا ابو بكر. دي طبعا زبادي عمايل ايديكم. قلبوا كويس. ده احلى زبادي هتاكلوه في حياتكم. لانه من عمايل ايديكم. يلا يا ادم خد الطبق ووزع على زمايلك. كل واحد معاه المعلقه الخاصه بتاعته. تمام؟ ها قولنا ايه رايك يا احمد؟ يلا ادم خد لك معلقه برضو. انت اول واحد طبعا. خد لك معلقه. ايه رايك في الزبادي بتاعك؟ يلا. يبقى احنا كده عملنا اللبن الزبادي واستفدنا من بكتيريا اللبن الزبادي انها حولت سكر اللاكتوز الموجود في اللبن الى حمض اللاكتيك وحدث تخمر وتخثر للبن وتحول الى الزبادي. طيب مين يقول لي الزبادي فايدته ايه؟ ايه المواد الغذائيه الموجوده في الزبادي؟ ها؟ في الكالسيوم والبروتين. برافو عليك. الكالسيوم والبروتين.
طبعا الكالسيوم الاسنان، والبروتين لتقويه الايه؟ العضلات. برافو عليك. طيب عشان ننهي الفيديو نعمل لنفسنا سباعيه كده الاول. شكرا ليكم، شكرا ليكم.